السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا الغاليين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنة وانتم طيبين. النهارده قبل ما نعرض المفاجأة اللي معانا عايزين بس نوضح حاجة بسيطة جدا ومهمة جدا في نفس الوقت، اللي هي كلمة كسر زيرو. معنى كلمة كسر زيرو، ناس كتير قوي بتفهم الكلمة دي غلط. كلمة كسر زيرو يا جماعة إن الجهاز اللي اشتغل سواء ثلاجة، بوتاجاز، غسالة، أي حاجة بتتحط في الفيشة من الأجهزة الكهربائية اللي في البيت يكون معاها كرتونة وضمان، أو كرتونة أو ضمان. المهم حاجة من الاتنين، إن الجهاز ده موجود كرتونته يبقى هو فعلا استعماله قريب واللي شاريه قريب وضمانه شغال، كده يبقى الجهاز ده كسر زيرو. فترة ما تزيدش عن سنتين فيما أقل، يبقى فعلا الجهاز ده كسر زيرو، واللي بيشتري حرفيا حاجة مضمونة سواء من الوكالة أو من هنا أو من هنا أو من هنا. لو بتشتري جهاز كسر زيرو تضمن حقك يكون معاه كرتونة على الأقل وضمان، ده بالنسبة للجهاز يكون شغال. ده كلمة كسر زيرو. كسر زيرو لازم يكون الجهاز يا معاه كرتونة يا معاه ضمان، ويفضل يكون معاه الاثنين، كرتونة وضمان. يبقى انت كده بتشتري سلعة مضمونة، معاك ضمان شركة، معاك كرتونة لو انت عايز حاجة شكلها حلو كأنها جديدة. ده بس ايه، نقطة على الماشي كده حبيت بس اوضحها لكم في معنى كلمة كسر زيرو. نشوف بقى النهارده المفاجأة اللي معانا، حاجة بتأكد كلامنا، بتأكد كلمة كسر زيرو. دي ثلاجة يونيون اير سيلفر اديشن الجديدة. التلاجة دي فاتورة شراها 25/11/2023، يعني تقريبا 6 شهور فيما أقل. تمام؟ زي ما انتم شايفين اهو، بسم الله ما شاء الله، ديجيتال كلها بتتحكم فيها بكنترول من بره بالديجيتال، باب ازاز بره وجوه زي ما انتم شايفين اهو، بسم الله ما شاء الله، حاجة جميلة. دي 16 أداة يونيون اير 16. بص على الجهاز من جوه، اللهم بارك، حاجة غنية عن التعريف. دي لو عروسة ممكن تخش بيها، مفيهاش أي مشكلة لأن كرتونتها موجودة وضمانها موجود. زي ما انتم شايفين نو فروست، وادي الباب اللي تحت، اللهم بارك، حاجة جميلة زي ما انتم شايفين اهو. ستاشر أداة. طبعا الإضاءة بتاعتها ليد، نظام الليد زي ما انتم شايفين. الارفف ازاز، طبعا بتستحمل اكتر من الحاجات الباغه والكلام ده كله. بسم الله ما شاء الله، حاجه جميله. موجود معانا هنا ادي الكتالوج بتاع الثلاجه، الكتالوج بتاعها، وادي ضمان الشركه، ضمان يونيون ايه، وادي فاتوره الشراء بتاعت العميل اللي العميل شاري بيها الثلاجه. يعني انت كده لو بتاخد دول من مكان معتمد، انت كده بتاخد ثلاجه جديده حرفيا، شهاده الضمان والكتالوج والورق الخاص بالثلاجه وفاتوره شراء العميل، كده تبقى انت ضامن حقك. غير الكرتونه موجوده، الفبر اللي داخلي بتاع الثلاجه موجود، يعني تتقفل الثلاجه كانك جايبها من المعرض بالظبط، مع فرق السعر ما بين الجديد وما بين الفرز تاني. ان شاء الله برضو باذن الله اي حاجه هتيجي جديده برضو هنصورها ونعرضها عليكم اول باول، وكل سنه وانتم طيبين ونشوفكم على خير باذن الله.